ها واحد السلام عليكم. هاد العام ديال 2024 داز عامر بالأحداث المضحكة والمحزنة في نفس الوقت. نبداو بالمدونة الجديدة اللي قلبات مواقع التواصل كلها وشنو كيقول وكيفاش استقبلها. وانا ما فقصوني غير واحد جوج نواع من الرجال والعيالات. المدونة كتنص بنود من بنودها على عدم سقوط حضانة الولاد للمرأة المطلقة إلا بغات تزوج، وأداء الزوج النفقة على ولادو. الصراحة هذا هو البند اللي بان لي شوية معقول. من تما هما فارعين لينا الراس بالتعاليق: واش نخدم على المراه واخا تزوج، واش نصرف عليها هي وراجلها، دخلنا عليك بالله، واش 200 درهم في الشهر قادك حتى لولادك؟ بقى غير تصرف على طليقتك وراجلها، ما صرفتيش عليها حتى منين كانت عندك. وبالنسبه للدار اللي تاخدها المراه بعد موت الراجل وما داخلاش في الارث: انا ما نتزوجش، انا غادي تاخد لي الدار وتخرج الوالده، وهو تلقاه اصلا ساكن عند الوالده. انت ضمنتي عمرك عرفتي راسك واش هي اللي غتموت الاولى ولا انت اللي غتموت الاول ولا الوالده ديالك اللي غتموت الاولى؟ هاد النوع بالضبط اللي كيهضر بزاف كتلقاه ما عنده دار، ما عنده ريال في جيبو، ما مجوج، ما ناوي يتزوج. عرا ليا النوع الاخر ديال العيالات اللي كتقول لك صافي غادي نشد الراجل، غادي نزيرو وندير. اختي، الا كنتي دايره هاد الشيء تجاره وناسيه الموده والرحمه، غا جلسي في داركم. المجتمع ما عنده ما يدير بامثالك، راه خاسر بما فيه الكفايه. الحاصل هذا القانون الجديد تدار للجهال في الدين، حيت اصلا الدين ديالنا والرسول صلى الله عليه وسلم امر المراه تطيع راجلها، وامر الراجل يتهلا في مرته ويحس بها ويكون لها سند. واللي ميصل ومربيه همو مزيان راه مستحيل يوصل مراته للمحكمه. نفرض بغا يتزوج راجل، بغا يتزوج، انا ما تليش باغاش، انا ما تلاش ما قدرش عجبه وبغا يتزوج، بغا يبدل، بغا الشباب ياخذ وحده مقوده ما كديرش كاله، ياخذ وحده ما كديرش الشراب، ياخذ وحده ما كديرش ليره، ياخذ وحده ما كديرش الدور ديال الغبره. سمعني يا وليدي. بس من طبعا كلنا ضحكنا هذا المقطع ديال خالتي ميلودة مرات دريس وكرهناها وقلنا هي اللي واعره باش مشى عليها دريس. ولكن الحقيقة حاجة أخرى، سيدة ضيعت مع حياتها كاملة وفي الآخر ما عقلش عليها. للأسف الكثير من الرجال ديال أوروبا كيكونوا بهذه الطريقة مفلسين ونكيرين للجميل. قول لي اش درتي من 88 وانت في طاليان؟ قول لي اش درتي من 88 وانت في طاليان؟ اش من عماره درتي بحال سيادك؟ واش من بقى عشرتي بحال سيادك؟ شحال مدة في الطاليان؟ من 88، من شهر 9 ديال 88. وشوف وقالت لك بقى فيها دريس اللي من 88 هو في الطاليان وما دارش العمارات ومقابل غير الشراب. احنينتي اللهم تهنيتي من كمارتو هكا. اما كاع لوكا كان عفا عليه الله من الشراب ودار العمارات كان غادي يخرجك منهم ويجيب وحده ماشي مهم اصلها اللي تديه غير على الطمع باش تطلع عليك غير من فوق هذوك العمارات. وهاد النوع علاش مديوره المدونه وخاصها تطبق عليه. الله يعوضك خير، ديها في وليداتك ونساي عليك دريس، راه اللي عوج من الاول وعمره كيتسقد. واحسن حاجه اللي عجبتني هاد العام في بلادنا هي الكراطه. كرطوا علينا الجراثيم والميكروبات اللي وسخوا مواقع التواصل اللي مفروض انها تفيد الانسان ماشي تسبب في انحرافه. 4 سنين باش حكموا على هاد خيتي اللي قالت لك بغات ترجع مسيحيه ومستغله وليداتها صغار مساكن هما اللي كيخدموا ليها كلشي. 3 سنوات لهاد خونا عاوتاني اللي لابس محل ديال الذهب يعلم الله المصدر ديالو. هادو حتى هما تجمعوا. المهم الله يعطي الصحة لكل من ساهم في هذا التنظيف العميق، والعقبال الاخرين ان شاء الله. اش واقع وشنو المشكل في طائرات البوينغ اللي ما دارتش هبوط اضطراري بحال في الهند، في هولندا، في ألمانيا وفي عدة دول أخرى؟ دارت كراش الله يحفظ ومشاو فيها عدة ضحايا بحال الطائرة ديال أذربيجان وكوريا الجنوبية. كيقولوا المشكل ديال طائرة كوريا الجنوبية أنه تعرض لهم واحد السرب من الطيور اللي سبب في تعطيل المحركات بجوج، وبالتالي
البيلوت نسى ما فعلش العجلات عند الهبوط مما ادى الى الكارثه. ولكن هذا الشيء ما كيدخلش للعقل. واش البيلوت جا عاد اول نهار يتعلم انه يتحكم في الطائره وراه معاه الكوبيلوت تيلانسا كيفكروا؟ يعلم الله شنو المشكل اللي مشاو فيه عده ضحايا. واش المشكل ديال كنترول ميكانيكي اللي نايض عليه بزاف مع العمال ديالهم ديال الاضرابات والمشاكل، اولا المشكل اصلا في الصنع ديال البوينغ اللي مش حال هادي مشكوك في الجوده ديالو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بجام غير على حساب المونتاج اللي كياخد مني وقت كتير، وباش تشجعوني. ونتمنى لكم سنة إدارية سعيدة.